سلام اش خبركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. فيديو جديد صورته لكم من ايكيا، غادي تشوفوا معايا فيه التخفيضات اللي دارت على المطابخ كتوصل حتى ل 30% وبزاف ديال العروض، فبقاو معايا للاخر. ونبداو على بركه الله باول العروض اللي هو هذا الغونجمون اولا المنظم اللي كيجي في هذا اللون هذا. بالنسبه للعبار ديالو راه كيجي فيه 33 سنتيم على 38 سنتيم، متعدد الاستعمالات، كتقدروا ديروا فيه الالعاب كيف ما كتقدروا ديروا فيه الملابس، وثمنه هو هذا 50 درهم. وكاين حتى هذا الباك ديال العلاقات اللي كيجيو من الخشب فيهم 8 وثمنهم هو هذا 70 درهم. كاين حتى هادو اللي كيجيو من البلاستيك والباك حتى هو فيه 8 وثمنهم كيبقى ب 40 درهم. وكاين حتى هذه اللي كتحيد الخمله من الفراش اولا من الملابس وثمنه هو هذا كيبقى ب 16 درهم. كاين حتى هاد المزهريه اللي كتجي من الزاج، الشكل ديالها كيكون ترونسبارون وثمنه هو هذا 13 درهم. بالنسبه للحجم ديالها راه صغير. وهذه مجموعه ديال علب التخزين اللي كيجيو فيها 17 بياسه متوفره في اللون الاخضر وثمنهم هو هذا كيبقى ب 80 درهم. كاين حتى هاد المجموعه هذه متوفره في هذا اللون اللي كيجيو فيها 3 وثمنها كيبقى هو هذا 16 درهم. ودايرين تخفيض زوين في هذه المجموعه ديال الكلاص اللي كيجيو فيها 6 وثمنه كيبقى هو هذا 30 درهم، عوض الثمن الاصلي اللي كان 40 درهم. عندهم حتى هاد الاواني ديال البلاستيك اللي كل مجموعه وشنو فيها، بحال هذه مثلا فيها العواشق والفرشيطات وكذلك حتى الماس. كاين حتى هادو وكاين حتى الصحون، وبالنسبه للثمن ديالهم كيبقى ب 25 درهم. كاين حتى هاد الرضاعه اللي كتجي بهذا الشكل، يعني هذه كتستعملوها للوليدات الصغار العصير اولا الماء، وثمنها كيبقى ب 40 درهم. ومن بين الجاي جابوا هاد الشميعات اللي متوفرين في بزاف ديال النكهات. بالنسبه هادو راهم الحجم ديالهم راه صغار وثمنهم كيبقى هو هذا 25 درهم. وجابوا حتى الحجم الكبير وحتى هو متوفر في بزاف ديال النكهات وثمنهم كيبقى هو هذا 80 درهم. فما تنساوش تخليو لايك الفيديو الى عجبكم وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركتش، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا على التعليقات. وغنكمل معكم الفيديو. غادي تشوفوا معايا دابا لي طابل اللي متوفرين في بزاف ديال الالوان. هادو كيجيو من MDF كل العبار ديالها بطبيعه الحال كل الثمن ديالو. فمثلا هذه كدير 343 العبار ديال 30 سنتيم على 55 سنتيم. وهذا منظم كيدار فوق البوطاجي وثمنه هو هذا كيبقى ب 250 درهم. صراحه ثمنه ديالو جاتني شويه زايد. ودابا غادي ندوز معكم التخفيضات اللي دارت ايكيا في المطابخ اللي كتوصل حتى 30%، وبطبيعه الحال كل موديل والديزاين ديالو وثمنه. وغنبدا معكم اول موديل اللي دايرين فيه التخفيضات، كيجي على هذا الشكل هذا بهذا الديزاين هذا. بطبيعه الحال الثمن كيختلف على حسب الميتراج. فمثلا هذا الشكل هذا دايرين فيه هذا البلاكار كيجي بحال ما هكا، فيه المنظمات من الداخل، منهم قراعي ديال الزاج اللي كتنظموا فيهم القطاني لي بواط سلات. هادشي كامل راه متوفر عند ايكيا وبطبيعه الحال كله ثمن ديالها. غادي نحل معكم الجهه الاخرى باش تشوفوا كيفاش يعني كتجي. هذه راه كتقدروا تحكموا فيها، يعني تدخلوها ولا تخرجوها، ومخصصينه هنا المواد التنظيف. كيجي الشكل ديالها بحال ما هكا. بالنسبه للبلاكار راه كبير، وصراحه الكاليتي ديال MDF زوينه، يعني كاليتي مزيانه. كاينين حتى هاد لي زيتاجير اللي كيجيو فيهم هاد المنظمات، وحتى هاد القراعي ديال العطريه اللي الصراحه الشكل ديالهم عجبني بزاف، وراهم حتى هما متوفرين في ايكيا. حتى نبارطاجي معكم الثمن ديالهم فيديو اخر ان شاء الله. وهذه طاجيره كبيره كتقدروا ديروا فيها هكا المقالي ولا الكاسونات. المهم انا كنحاول نبارطاجي معكم لي ديتاي اللي فيها. كاينه حتى هاد الطاجيره مخصصينها للسرابت او للفوطات، وهذه حتى هي دايرين فيها لي بواط، يعني كل وحده وكتنظم الكوزينه ديالها على حسب الذوق ديالها بطبيعه الحال وعلى حسب الحاجيات ديالها. وهذا بلاكار كيجي الوسط دايرينه في هذا اللون، مهرسين شويه هذاك اللون ديال العود. هذا مخصصينه للاواني منظمينهم بهذا الشكل. الجهه الاخرى حتى هي دايرين فيها لي طاس مع لي سوطاس ديالهم. وهنا كاينه لاوط اللي كتجي فوق لا بلاك. بالنسبه لا بلاك الثمن ديالها بوحدها ما داخلاش مع الكوزينه. هذا بلاكار اخر دايرين فيه هاد الكيسان والقراعي. ايكيا معروف عندهم الثمن، ولكن باش نكونوا صريحين عندهم لا كاليتي. غادي نشارك معكم حتى هذا الفرن الكهربائي اولا الفور اللي كيجي كاستخي بهذا الشكل هذا. وكاينه حتى الثلاجه اللي حتى هي دايرينها كاستخي، غادي نبارطاجيها معكم حتى هي. المهم هذا هو الشكل ديالها، من النوع اللي كيجي فيها الفريغو لتحت. وبالنسبه للفريغو راه فيه حتى هو لي زيتاجير، وكتجي على هذا الشكل هذا البنات كاستخي.
اما بالنسبه للثمن ديالها فهو هذا كيبقى ب 93,000 درهم عوض 133,000 درهم. بطبيعه الحال فيها الكريدي اللي بغى يعني يدير الكريدي باغ موا كتجي 3970 درهم. وهذا شكل ثاني في المطابخ اللي حتى هو دايرين فيه تخفيض. بالنسبه للبلاكارات راه كيجيو من العود والزاج. غادي نحاول حتى هو نبارطاجي معكم لي ديتاي اللي فيه. كيجيو فيه هاد البلاكارات اللي كيكونوا كيتحلوا بحال ما هكا ومعاهم ليكليراج. هنا كنحاول نوريكم سطح العمل اللي كيكون من الرخام الاسود. كاين حتى هاد لابلاك. بالنسبه يعني لابلاك او الثلاجات او هكا لي زيكيبمون راه كيكون ثمنهم بوحدهم يعني ما داخلش مع الثمن ديال المطابخ. ولي زيتاجير او البلاكارات حتى هما منظمينهم يعني بنفس الشكل. وبطبيعه الحال هاد المنظمات راه حتى هما متوفرين عند ايكيا وكلها الثمن ديالها. هذا هو الشكل ديال هاد المطبخ. بالنسبه للثمن ديالو راه كيختلف على حساب المتراج ديال الكوزينه. فمثلا هاد الكوزينه راه زايده شويه في الثمن لانه المساحه ديالها كبيره. دايرين فيها حتى هاد الجليسه اللي كتجي زوينه بهذا الشكل هذا على شكل طاوله. والثمن ديال الكوزينه كيبقى هو هذا. واحد الملاحظه عفاكم بغيت نشير ليها. كيجوني بعض التعليقات اللي كيبقاو يقولوا هادشي بزاف فين هما التخفيضات هادشي غالي. راه البنات راه كل واحد وكيتمشى على حساب القدره الشرائيه ديالو وبطبيعه الحال على حساب الميزانيه ديالو الامكانيات. فانا فقط كنبارطاجي معكم افكار وديكورات اللي كتقدروا نتوما تستافدوا منها لا غير. وهذا كان رد فقط على واحد التعليق اللي كانت مولاه اولا مولاتو صراحه ما عقلتش بالضبط. غادي نخليه لكم اللي قال فيه التخفيضات باينه غير في العنوان. فالله يجازيكم بخير. حنا كندير واحد المجهود يعني باش ديبلاصي حتى الايكيا. راك عارف خص مجهود والوقت وعاد باش ترونسبور يعني راه ماشي ساهل. انا كنرحب بالانتقادات يعني علاش لا ولكن انتقادات تكون منطقيه. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا الاساسي. انا فقط بغيت نشير ونوضح هذه النقطه. غادي نكمل معكم فيديو بهذا المطبخ هذا اللي حتى هو دايرين فيه تخفيض. متوفرين عندهم بزاف ديال الموديلات وبزاف ديال يعني الديزاين كل واحده يعني الذوق ديالها. هذه دايرين لها سطح العمل من العود كيف ما كتشوفوا النوع الممتاز. وبالنسبه للبلاكارات راه كيجيو من الام دي اف. حتى هما منظمينهم تقريبا بنفس الطريقه يعني بنفس المنظمات اللي عندهم. الوان ديال البلاكارات زوين تقريبا اللون الكريمي على ما اظن. بالنسبه للثلاجه حتى هي راه كتجي كاستخي. غادي نبارطاجيها معكم حتى هي. يعني هادشي اللي كيجي زوين في هاد الكوزينات كيكون كل شيء منظم حتى هي من النوع اللي كيجي فيها الفريغو من التحت. المهم هذا هو الشكل ديالها. كيجيو فيها حتى هي هاد البلاكارات اللي كيكونوا يعني البيبان ديالهم من الزاج. ودايرين واحد ليسباس خاص الماكينه ديال الصابون غادي تشوفوه معايا دابا اولا هاد الركن اللي كتجي فيه ماكينه الصابون منظمينه حتى هو بهاد الطريقه هذه. المهم انا كنبارطاجي معكم باش تاخذوا افكار وتستافدوا وثمنها كيبقى هو هذا. فإلا وصلتوا حتى هنايا ما تنساوش خليو لايك الفيديو الى عجبكم وبطبيعه الحال تبارطاجيو معنا الاراء ديالكم. المهم تخفيضات تشمل حتى ليفي اولا الاحواض ديال المطابخ وكذلك حتى الروبينيات. فمثلا هذا الثمن ديالو كيبقى ب 1170 درهم هو الثمن اللي كان 1900 درهم. كاين حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي من لينوكس ثمنه كيبقى هو هذا. هذا موديل اخر اللي ثمنه كيبقى في التخفيض 1540 درهم. عندهم بزاف ديال الاشكال كيف ما ذكرت. وهنا كانت عجبتني هذه المخده هذه قلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. كيجي الديزاين ديالها بهذا الشكل هذا وخا صراحه راه زايدين ليها في الثمن يعني اكزاجيرين في الثمن وثمنها كيبقى ب 199 درهم. هذا شكل اخر اللي كيجي على وجه القطه وهذه كتبقى ب 295 درهم. هادو كانوا بعض الغونجمون اللي كنت بارطاجيتهم معكم في واحد لا فيديو قبل وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. وهذا كرسي الاكل اللي حتى هو داير لي تخفيض وثمنه كيبقى ب 259 درهم. وهذا اللانش بوكس اللي كيجي على هذا الشكل هذا وثمنه كيبقى ب 50 درهم. وهذه مجموعه ديال الفوطات اللي كيجيو في الباك 4 الحجم ديالهم صغير وثمنهم هو هذا كيبقى ب 30 درهم. كاين حتى هذا الشكل هذا اللي كيجيو في المجموعه 8 متوفرين في اللون الابيض وثمنهم كيبقى هو هذا 80 درهم. وبما انه موسم الدراسي على الابواب فبغيت نبارطاجي معكم هاد السبوره هذه بالنسبه للوليدات اللي عاد يلاه غيبداو المستوى الدراسي.
فعجبتني بزاف هاد اللوحه هذه اللي ثمنها كيبقى هو هذا 399 درهم. وهذه كانت مجموعه ديال الاطباق اللي كنت صورتها معكم في البدايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل ديالهم. وبالنسبه للمجموعه راه كيجيو فيها 24 بياسه من كل شكل، يعني من كل نوع. وهنا خليت لكم بعض اللقطات باش تستمتعوا وكذلك تستافدوا من لا ديكوراسيون. وغنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات، وكنبغي نقول لكم تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع عروض جديده وكذلك مع ميزات جديده. شكرا، الى اللقاء.